ماجد عبد الله على الأرض خلال ديربي الرياض. ماجد عبد الله على الأرض بعد ما ابتلع لسانه بسبب كرة قوية ضربت في وجهه، وكانت بعد تشتيت المدافع عبد الله الشريدة، وكانت هاي المباراة ضمن الربع النهائي من مسابقة كأس ولي العهد السعودي. وبيقول صالح اللي كان في وقتها مدير للكرة في نادي الهلال انه حادثة سقوط ماجد عبد الله هي الاكثر رعب خلال لقاءات الديربي اللي عايشها طوال حياته، فالوضع كان مخيف جدا. فماجد وقع على الأرض بطريقة غريبة، والتفاف اللاعبين حوله ومظاهر الارتباك اللي بدت على تصرفاتهم حبست أنفاس الجميع، وبات الجميع بيسأل نفسه ما الذي أصاب أبو عبد الله. طبعا صالح رافق ماجد عبد الله لسنوات طويلة مع المنتخب السعودي، فبيحكي صالح انه ما قدر يتمالك نفسه لما شاف ماجد عبد الله طريح على الارض بدون حراك، فاقتحمت ارضية الملعب انا والجهاز الطبي وركضنا باتجاه ماجد عبد الله وهو على ارضية الملعب، وقمت أنا والطبيب بفتح فم ماجد بكل ما أوتينا من قوة، لدرجة أنه أسنانه انطبعت على إيدي. ولحسن الحظ أنه الطبيب كان معه ملقط طويل استطعنا بواسطته سحب لسان ماجد من الحلقوم، فشهق ماجد شهقة قوية أرعبت كل اللي حوله، إلا أنه الطبيب طمنا لما صاحب صوت عالي لا تخافوا عليه، لقد تعدى مرحلة الخطر وسيحتاج لراحة بسيطة وسيكون في أحسن حال. وبيحكي صالح إنه نسينا كل شيء لحظة سقوط ماجد عبد الله على الأرض، نسي حساسية مواجهة النصر والهلال، وتذكر رفيق دربه اللي صنع معه الأمجاد واللي صعدوا سويا بالمنتخب السعودي إلى سلم النجاح الآسيوي. وبيحكي صالح إنه علاقتي بماجد لا يمكن اختزالها في سطور أو مجلدات، صحيح إنه التنافس على أشده بين النصر والهلال، ولكن هذا ما بيعني إنه التعصب يعمينا عن التزاماتنا وواجباتنا باتجاه أشقائنا داخل الملعب. وتحسنت بعدين صحة ماجد عبد الله وعاد إلى عائلته بسلام. كان هذا الحدث الصعب في 25 أبريل عام 1997، وهيك بتكون قصة اليوم انتهت. انتظروني في قصة مثيرة ومشوقة وتصريحات لم ينقلها لنا الإعلام من قبل. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كان معكم نضال العسل، والسلام عليكم ورحمة الله.